أنا اسمي أبونا أرمية، كاهن كنيسة الأنبا بشوي ببورسعيد. الكنيسة فيها مكان للبركة في صورة العذراء، والصورة دي كل سنة في شهر فبراير في نفس الميعاد بينزل منها زيت مقدس، زيت له رائحة عطرة، وزيت ببركة بيعمل معجزات كتيرة جدا جدا، والناس كلها بتبارك بيه. ودي بركة مش للكنيسة بس، دي بركة لبورسعيد والشعب بورسعيد والمصر كلها. وزي ما انتم شايفين الصورة دي حضراتكم موجودة قدامنا هنا، الزيت بيتساقط من ايدين الست العذراء كده، ومن تحت الزنار كده من الجنب ده كده بينزل الزيت وبيتجمع كله في الكيسة اللي موجودة هنا. وزي ما حضراتكم شايفين ادي الزيت عند البرواز بيلمع. ودي طبعا معجزة كبيرة ومعجزة قوية ومتكررة. المعجزة دي بدأت أو الحدث ده بدأ سنة 90، والنهاردة احنا دلوقتي 24 سنة أو 25 سنة تقريبا. يعني عندنا 25 مرة من سنة 90 لسنة 2014، في كل سنة 25 مرة في شهر فبراير الزيت بينزل، ويفضل الزيت يتساقط طول العام ويتجمع في الكيسة دي، وبيجوا الزوار من خارج بورسعيد بنرشمهم بالزيت. والزيت ده لونه أصفر شفاف فاتح كده، وله رائحة جميلة جدا عطرة، ورائحته رائحة ذكية كده، وملمسها ملمس حلو. وطبعا بيجي لنا كل سنة من جميع أنحاء الجمهورية والعالم زوار وأجانب مصريين. كان السنة اللي فاتت واللي قبلها العدد قليل شوية للظروف اللي كنا بنمر بيها، ولكن لما الظروف الأمنية اتحسنت والطرق بقت كويسة، إن السنة دي والأول مرة من 3 سنين تيجي أعداد كبيرة جدا جدا جدا. ولو حضراتكم يعني أخدتوا تقرير واتفرجتم وشفتم هتلاقوا فيه زوار بيجوا يتباركوا بزيت العذراء. واحنا بنشكر ربنا ان احنا عندنا حاجه زي كده، وبتقول لنا كده الست العذراء انها موجوده معاكم. والسيده العذراء مريم شخصيه محببه للجميع، محببه للمسلمين ومحببه للمسيحيين، واحنا بنقول عليها ام النور، ونقول عليها العذراء، ونقول عليها الطاهره، ونقول عليها دائمه البتوليه. يعني لها ألقاب كثيرة جدا جدا، وهي محببة لنفوس كثيرين من الناس سواء أقباطا أو مسلمين. شكرا. أنا أب بيمين صابر، كاهن كنيسة القديس العظيم الأنبا بشوي ببورسعيد. الكنيسة دلوقتي بقت تعتبر أشهر كنائس في بورسعيد بسبب معجزة نزول زيت الست العذراء، أو نزول الزيت السماوي من سورة السيدة العذراء. المعجزة دي معجزة عجيبة وغريبة. العجيب اللي فيها إن هي معجزة متكررة، يعني أي معجزة بتحصل احنا المعجزة دي الميزة فيها إن هي متكررة كل سنة. بدايتها كانت في فبراير 1990 ومستمرة لحد دلوقتي. تنزل كل سنة، أو الزيت بينزل كل سنة في وقت معين في شهر فبراير، وقت حدوث المعجزة الأصلية لأول مرة يكون في الزيت. ومعجزة كانت موجودة أصلا السيدة العذراء جت لوحدها وعملت لها عملية كانسر، بريست كانسر، ومن ساعتها وهي بتنزل في نفس الميعاد كل سنة. بتستمر نزول الزيت معظم السنة. على يناير بيقف، بنغير كيس. لو كنتوا في شهر يناير جيتوا أواخر يناير أو فبراير شفت احنا غيرنا الكيس اللي موجود دلوقتي دوت، غيرناه وحطينا كيس جديد خالص، ومسحنا الصورة في انتظار ربنا يبعث لنا المعجزة الجديدة، نزول الزيت السنة الجديدة. وفعلا ربنا ما خيبش أملنا وانتظارنا ليها. الزيت نزل يا مريم يا ذات البتولية
العذراء المسيحية، السلام لك يا مريم يا درع طاهر مولود، السلام لك يا مريم. الزيت ده بس مش بيقتصر ان هو زيت سماوي نازل من السماء وخلاص عشان نتفرج عليه او نقول المعجزه دي جميله، لا هو الزيت لان هو نازل اعجازي، هو ليه هدف وربنا ما بيعملش حاجه من غير هدف. الهدف من الزيت ده ان هو بيقرب الناس لبعض، يقربوا لربنا. في معجزات كتير بتحصل من الزيت ده، سواء شفاء امراض او مشاكل او يعني خلفة إنجاب بعد فترة طويلة بيحصل لكل الناس، بيحصل يعني مصريين ومسلمين مش بس كده، كمان غير مصريين وخدوا من الزيت وبعت لنا معجزات بتبقى موثقة. احنا لدرجة احنا في يعني معجزات كتير، نزلنا كذا كتاب بالمعجزات ده، ومش بنزل المعجزات موثقة ما قبل المعجزة وما بعد المعجزة. اعتقد الاهداف الرئيسية لنزول الزيت ان هو يوحد المصريين مع بعض، لان يعني نشوف كم من الاخوة المسلمين لما بيجوا بياخدوا من الزيت وبيشوفوا الصورة وكم التوحد اللي بيبقى بيننا، وان احنا نتعرف على بعض اكتر وان احنا نقرب لبعض اكتر، لان فعلا هي احنا طبعا طول عمرنا اخوات، طول عمرنا محبين لبعض، لكن كل ما نعرف بعض وكل ما نتقرب بعض كل ما هنتقرب اكتر وكل ما هنتقابل اكتر، لان الانسان عدو ما جهل. لو هنفضل جاهلين لبعض فتره طويله او مش عارفين كل جهه تفكر ازاي او تتعامل ازاي، هيبداوا يخشوا وسطينا الناس اعداء الوطن والفتنه واللي بيحاولوا ان هم يفرقونا من بعض. لكن كل ما ندور مع بعض اكتر ونقرب لبعض اكتر كل ما النسيج يتقوى اكتر ونكون حاجه واحده. السلام لك يا مريم يا طاهرة ونقية، السلام لك يا مريم يا طاهرة يا مريم يا معونة لمن يريد، السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مولود، السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مردود، السلام لك يا مريم. أنا بيتر جورج من كشافة الأدب شوي، أحد أفراد النظام. بنوقف هنا كل يوم من الصبح بالليل، بننظم بنستقبل الرحلات. بيبقى في رحلات جاية بنبقى عارفين عددهم، هم جايين منين، بنحضر لهم أزايز الزيت على عددهم، بننظم علشان الدخول والخروج يبقى في نظام. اللي أي حد داخل بشنط غريبة شاكين فيه بنفتشه، بنشوفه هو جاي منين، بيعمل ايه. لو في حد مثلا شاكين في الشنطه بتاعته بناخدها نحطها جنبنا لحد ما يخلص زور. بيجي لنا ناس من بره مصر، اجانب بيبقوا جايين هنا بورسعيد بلد سياحيه، بيجي ناس من بره مصر بتيجي تزور. عندنا ناس من الكشافه بيعرفوا يتكلموا انجليزي كويس قوي، بيقابلوهم يصرفوهم. جالنا امبارح لعيب كوره مصري، لعيب كوره من بره مصر بيلعب في النادي المصري، استقبلناه وقال لنا في سمر بيجوا هنا الخيري، قلنا له اكيد بيجوا سمر، هو من جانا بيجوا سمر غيرك، واتعرف عليه وكلمنا عربي وانجليزي. فاحنا الحمد لله يعني نحاول نوفر النظام والامن للكنيسه على قد ما نقدر، والجيش بره والشرطه. اسمي كشاف محمد حليم، انا هوت فرد من فريق كشافه مسؤول عن مهمه النظام هوت في الكنيسه. مهمتنا كلنا انا والفريق كلنا مهمتنا ان احنا نساعد الناس. لو حد جاي ما يعرفش مثلا الصوره فين يساعده، لو في مشاكل معاهم عايزين زيت مش عارفين الحته، هم طبعا بيبقوا جايين ما يعرفوش اي حاجه، الناس بتبقى جايه على كنيسه غريبه، فبالتالي احنا بنبقى الدليل بتاعنا. مريم بولا، انا كنت مسافره رحله، وبعدين واحنا راجعين رجعنا الساعه 1 بالليل بالظبط، وبعدين دخلنا الاتوبيس وقفنا قدام الكنيسه، فخبطنا على باب الكنيسه كانت مقفوله، خبطنا على الباب، دخلت عشان اصلي عشان اشكر ربنا ان احنا رجعنا بالسلامه. ففعلا فتحنا باب الكنيسه، الباب الخارجي لغايه ما هو جه فتح لنا، وباب الكنيسه نفسه كان مقفول. ففتحت الباب لقيته الكنيسه الصوره كلها منزله زيت، بس ما كانش على هيئه نقط، كانت عباره عن خطوط كانت لسه منزله حاجه، كانت الساعه 1 بالليل.
مركز الأنبا بشوي بورسعيد علشان ناخد بركة زيت العذراء. كلنا عارفين إنه في نفس التاريخ ونفس الميعاد من كل سنة ربنا بيتمجد ومعجزة الزيت اللي بيظهر شركة العذراء صورة بيصيره دي ارتباط طبعا بالأسواق الإنسانية والفخر. بالنسبة لنا احنا هنا كأهل مدينة بورسعيد طبعا حاجة فرحة كبيرة جدا. الزيت بينزل بيدينا إحساس بأمان أكتر، بيدينا إحساس بمشاكرنا، بيدينا إحساس ربنا عايز يقول لهم ما تقلقوش ما تخافوش أنا معاكم وهو الفداء الظهر. فنشكر ربنا على محبته، نشكر ربنا على عطاياه كتيرة إنه دايما باستمرار في كل سنة في الميعاد المحدد. فترة كبيرة بتاع 14 سنة أنا باجي الصبح باخد بركة الصبح وآخر النهار وآخر النهار وأنا مروح باخد البركة. فجيت قدام الصورة بتاع السيدة العذراء، فأنا طبعا بصلي عادي بقرا غنى الذي فلقيت الزيت نزل من الصورة. طبعا أنا كنت شفت قبل كده، دي لأول مرة أنا شفت الموضوع. فطبعا أنا ذهلت المنظر جميل جدا وحاجة يعني ما شفتهاش قبل كده. بقيت آخد من الزيت وأمسح في البلوفر بتاعي خدت حضرتك. فطلع الأخ أمير بيقول لي إيه؟ قلت له تعالى يا أمير شوف، تعالى يا أمير شوف الزيت نزل من الصورة بتاع الست العذراء أمير. قال لي طب خلاص يا أبو عماد، خلاص يا أبو عماد. فطبعا بعد كده نشكر الله يعني ده بركة كبيرة بتاع السيدة العذراء وبتعمل معجزات كتيرة جدا جدا جدا. وفي ناس بتيجي معايا قولنا بقى منين؟ من المنيا. جاية ليه بقى؟ وجاية علشان سمعت كتير على الصورة الحلوة بتاعت العذراء مريم والمعجزة اللي عملتها مع السيدة اللي هي شافتها من المرض الوحش، وجاي على ان الصورة فعلا عظيمة وبتنزل زيت حاجة حلوة يعني. يلا عادي كده عادي. اطلب منك كلمه وانا وصلت صور لي صوره جامده نعدها الكاميرا على البيت او فيديو. لا لا عليك ادفع كرسيين ادفع كرسيين زي الفل. انزل انت وانا مطلق كويس. ايوه يعني انتوا شايفين ان هو الزيت اللي نازل دلوقتي؟ انا شايفه او شايفه كده نازله يعتبر لا كده نازل.
كده بتنزل. بس هي بدايه النزول بيبقى في ميعاد معين، هو الاسبوع الثالث من شهر فبراير، يعني 17 16 فبراير. كان الاسبوع اللي فات. اللي هو الاسبوع اللي فات كان بدايه النزول.